والمقولة ديال أن المغاربة أهل فقه لا أدب، هذا صحيح. هذا صحيح. أهل فقه، وكل الفقهاء أو جل الفقهاء كانوا يقولون الأدب. الأدب كان عبارة عن، إذا شئنا، ثقافة مكملة لثقافة العالم والفقيه. الفقهاء جلهم كانوا يقرضون الشعر، كانوا يكتبون كتابات نثرية إلى آخره، يكتبون رسائل، ولكن لم يكن هذا هو الهم الأول. كان هذا شيء لتزيين الثقافة الإلهية. وربما هذا هو اللي خلى ربما الأدب يحضر في المقام الثاني في تاريخ المغاربة، وربما أيضا هذا هو الذي جعل صورة الأدب المغربي تبقى شي شوية باهتة في كتب تاريخ الأدب العربي. مع العلم أن الرغبة في تصحيح هذه الصورة ربما هي ما حفز محمد بن عباس القباج لإصدار كتابه الرائد الأدب العربي في المغرب الأقصى سنة 1929، قبل أن ينبري الأستاذ عبد الله قنون للدفاع عن كياننا الأدبي بإصدار مصنفه الشهير النبوغ المغربي في الأدب العربي سنة 1938. بغيت نعرف كيفاش الدكتور عباس الجراري تفاعل مع هذا الرواد. لا، هو أولا هذه القضية أو هذه الظاهرة أن المغاربة كانوا مشغولين بالفقه أكثر من انشغالهم بالإبداع الأدبي، هذا صحيح، ولكن هذا لم يمنع من ظهور شعراء كبار في مختلف العصور الذين بارزوا كشعراء. ومع ذلك الرواد الأوائل في بداية النهضة في القرن الماضي يعني أخذتهم غيرة على هذا الجانب، ولهذا نجد الأستاذ القباج رحمه الله والأستاذ قنون صارعا إلى هذا. لماذا؟ لملء الفراغ ولإبراز هذا الجانب الأدبي، ثم لمخاطبة الإخوان المشارقة بما عندنا نحن أيضا عندنا. بالضبط، عندنا كذا